السلام عليكم. اليوم سوينا عشاء كلش طيب، اللي هو دجاج مقرمش ويا البوتيتا الفنجر وعليها كجاب. طعمها كلش طيب، جربوها ويانا وتابعوا الخطوات. شلون شكلها لذيذ ومشهي. ولا تنسون تحطون اللايك وتفعلون جرس التنبيهات على مود يوصلكم كل جديد. هاي هنا راح نسوي الصوص اللي نغمس بيه الدجاج. بيضة وحدة، ونص كوب من الحليب، وعصير الليمون. هاي كلها منكهات ومن الخل الأبيض. خاشوقة وحدة، وهاي خاشوقة من البهار المخلوط اللي هو زنجبيل وبابريكا ومكعب مرق. هاي كلها منكهات راح نغمس بيه الدجاج مثل ما تشوفون. وهذا عندي خليط الطحين، وخلينا عليه نشا 3 خواشيق، وخلينا عليه هم خاشوقة وحدة من البهار اللي سويناه. هاي عندي أفخاذ دجاج طبعا، وغمستها بيه وألوثها بالخليط الطحين. وراح هاي حطيتها بزيت حار مغلي، راح أعوفها ما أقلبها على الوجه الثاني إلى أن تحمص. وهاي أنا راح أخلص كل الكمية على هالطريقة هذه. من أخلي الدجاج بالزيت الحار أبد ما أقلبه على الوجه الثاني إلا أن يستوي. هاي ويا البوتيتا الفنجر راح أقدمها وياه كلش طيبة. أقطعها أصابع. هاي البوتيتا عندي راح تصير كلش مقرمشة، لأن شنو سر نجاحها مقرمشة. راح أحطها بمي مغلي 5 دقايق، ما أعوفها هواية. وراح ألوثها بالنشا. هاي سر نجاحها. هاي من بعد ما تقلش شلون كلش مقرمش ولونه ذهبي الدجاج طلع. وهاي ورا ما لوثته بالنشا البوتيتا الأصابع أخليه رأسا بالزيت الحار. هاي شوفوا لونها شلون حلو مقرمش. وهاي راح أزينها، أحط عليها الكجاب تتقدم وياها. وجبة كلش مشبعة وطيبة ولذيذة، وإن شاء الله تجربوها وتعجبكم يا ربي. جربوها وقولوا لنا طعمها وكتبوا لي بالتعليقات لا تنسون، وبالعافية.